قنوات يوتيوب كامله شغاله بالاي اي وبتجيب الاف المشاهدات. اكونتات بتبيع رسومات معموله بالذكاء الاصطناعي على موقع فايفر. الكام شهر اللي فاتوا ما كانش فيه كلام غير عن الذكاء الاصطناعي او ميدجرني بالتحديد، اللي بيتقال انه هيخرب بيوت الجرافيك ديزاينرز. ولكن هل فعلا هو هيخرب بيوتنا؟ اصل بجد يعني ده يا دوب حته اي اي لا راح ولا جاء. تمام ماشي، الاي الشغل بتاعه جامد جدا، الشغل بتاعه حلو وبيغسل العين. وانا برضو لما شفته زيك لاول مره كنت مرعوب وقلت خلاص انا دلوقتي حالا مديري هيتصل بيا يقول لي احنا مش عايزينك مره ثانيه، احنا بدلناك بكمبيوتر. بس بعدين لما الناس بدات تعمل فيديوهات وانا بدات استخدم الاي اي بنفسي فهمت انه مش لازم اخاف منه. طب ليه؟ فاكر الفيديو ده؟ اعتقد ان انت مش فاكره في الغالب عشان انا عرضته اول كام ثانيه، ولكن المهم ده جونسون اللي كان موجود في الفيديو وكان بيعمل تحدي ان هو لمده 30 يوم هيبيع رسومات معموله بالذكاء الاصطناعي على موقع اسمه فايفر، وفعلا قدر ان هو يبيع اكتر من 8 تصميمات في خلال شهر واحد. وعلى فكره دي ارقام كويسه جدا بالنسبه لحساب لسه مفتوح. كان بيستخدم اي اي اسمه ستيبل ديفيوجن، هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكربشن، وبيقول ان هو مجاني، وكان بيستخدم الاي اي ده علشان يقدر يعمل التصميمات دي، ولكن واجهته مشكله يمكن احنا كلنا ما توقعناهاش. with me and we started generating art. We thought it would only take a couple of minutes to find the right prompt and image. It ended up taking 2 hours. It took a lot of trial and error, but we eventually did it. جونسون لما كان بيحاول يعمل التصميم او الرسم بالاي اي ما كانش بيفضل دقيقه او 2 أو 3، ده كان بيفضل من 2 ل3 ساعات بيحاول يطلع بصوره مناسبه. لا مش بس كده، ده كان كمان بيخش على الفوتوشوب عشان يعدل على التصميم مره تانية. يعني اللي نفهمه من الفيديو ده ان الذكاء الاصطناعي عايز مجهود ونوع من الخبره كمان في الفوتوشوب والفن عشان تطلع بنتيجه كويسه، مش بس مجرد كام كلمه بتكتبهم وبتطلع بافشخ تصميم في الكون. طيب دلوقتي نرجع للسؤال، ليه ما نخافش من الذكاء الاصطناعي؟ والاجابه ببساطه انا لسه قايلها ولسه معروضه في الفيديو اللي شفتوه من شويه، انك ممكن تستخدمه على اساس انها حاجه بتساعدك، حاجه بتديك فكره، حاجه بتديك الوان، حاجه بتديك تكوين كويس للتصميم بتاعك. ببساطه هيبقى حاجه بتخليك تعدي مرحله التنفيذ السكتش او تنفيذ الفكره اللي في دماغك. من غير الاي اي هتاخد وقت، تاخد مجهود، وفي الاخر ممكن الفكره ما تظبطش معاك، ولكن بمساعده الاي اي تقدر تنفذ الفكره اللي في دماغك من غير ما تاخد وقت، من غير ما تاخد مجهود، وهتعرف في الاخر هل الفكره دي فعلا مناسبه معاك ولا لا. ومش انا بس اللي بقول كده، استاذ محمد علي من قناه نورد ديزاينز بيشاركني نفس الفكره دي. زي مثلا هل الاي اي ممكن ياخد مكاني كمصمم جرافيك؟ طيب خلينا اجاوبك اجابات من وجهة نظري اللي انا شايفها ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، ومش هقول لك كلام يثبتك وخلاص، هقول لك فعليا انا حاسس بايه من ناحيه الاي اي دلوقتي. اول حاجه انا حاسس ان هو اداه اقدر ان انا اعتمد عليها بشكل كبير جدا كريفرنس، ان انا اخد من الاي اي تصميم بعد وصفي ليه يطلع لي الشكل النهائي ده، اقدر ان انا يبقى بالنسبه لي ريفرنس استخدمه في التصميم بتاعي بشكل اساسي. هعتمد على التكوين بتاعه، هعتمد على الالوان، هعتمد على حاجات كتير، ولكن انا لازم برضو هروح على شاتر ستوك وابتدي ان انا ابحث عن صور وانفذ الريفرنس اللي انا شايفه ده. فده اول حاجه. تاني حاجه التصميمات البسيطه شويه اللي هي ما فيهاش تعقيدات كتير، زي مثلا الصوره بتاعت الشاورما اللي انتوا شفتوها، هي عباره عن خلفيه وصوره المنتج وكده. اعتقد النوع ده من التصميمات هيكون الاي اي شاطر فيه جدا وبيعرف ينفذه بكواليتي اعلى من ناس كتير في وقت ضيق جدا. فزي ما قال الاستاذ محمد في الفيديو انها هتساعدك كمرجع للتصميم بتاعك، والحاله الوحيده اللي هي ممكن تاخد منها الشغل بتاعك لو انت مش بتتطور. فالمفروض احنا كجرافيك ديزاينرز نبتدي ما نعتمدش على مجال واحد بس، ان انت تعتمد على مجال السوشيال ميديا بس او تعتمد على اللوجو ديزاين بس. احنا المفروض نبتدي نوسع المهارات بتاعتنا، نوسع السكيلز بتاعتنا، ونتعلم برامج جديده ومهارات جديده، عشان كل يوم الاي اي بياخد وظيفه من الحاجات اللي احنا بنعملها. فلو انت عايز تفضل في الشغل بتاعك من الاخر اتعلم مهارات جديده وبطل انتخب. وبس كده خلصت الفيديو، اعمل لايك شير وسبسكرايب وبس. سلام.